رمضان كريم على كل الأمة المسلمة وبالأخص الشعب الجزائري. سلام، مرحبا بكم خياتي في القناة نتاعي، قناة يوميات حياتي. اليوم راح أشارك معكم وصفة شوربة فريك تاع ناس الشرق على أصولها. كل منطقة من ولاية الجزائر وكيفاش يحضروها. هذه الوصفة يعني الأصلية تاع ناس الشرق، ما فيها حتى إضافة. راح برتاجي معكم مكوناتها الأصلية. تجي بنينه بنينه بنينه، والبنه تاعها كيما تاع الاعراس، وحاضره معانا طيله 30 يوم في شهر رمضان المبارك. تبعوا الوصفه من الاول للاخير، وننصحكم تجربوها ضربه في البنه. هنايا جبت القدرة تاعي تاع الطين. انا نحب نطيب الشوربه في القدرة تاع الطين. تعطيني بنه خلاف خلاف خلاف، وتجي روعه روعه روعه. في المذاق هنا حطيت مغرف كبيره تاع السمن يعطيها ذوق مغاير، وحوالي 4 مغارف كبار تاع الزيت. نروحوا للمكونات. هنا واش نحتاجو بصله وثوم، وقطع تاع غنمي والدجاج والكرافس وريشه عرند. على قد ما تكثروا اللحم تاع الغنمي، على قد ما تجيكم الشوربه تاعكم بنينه بنينه بنينه. يعني السر تاع الشوربه تاع البنه تاعها كامل في اللحم تاع الغنمي. هنا راح نخلي اللحم تاعي يتقلى مليح 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 هكذا باش تجيني شوربه تاعي بنينه بنينه بنينه. وهنا عندي المكونات الثانيه. عندي طماطم تاع لابواط، عندي فيونداشي اللي كنت تبلته، فلفل كحل كزبر، شويه تاع الدبشه والمعدنوس وراس الحانوت، ودرت له بياض البيض هكذا باش يتلملي وما يتفتحليش في الشوربه نتاعي. هنا بعد ما تقللي اللحم نتاعي مليح مليح حوالي 5 دقائق، على قد ما تخليو اللحم تاعكم يتقلى تجيكم الشوربه تاعكم بنينه بنينه بنينه. هنا ضفت البصله والثوم نتاعي يزيدوا يتقلاو مع اللحم هكذا باش تجيني الشوربه تاعي بنينه بزاف. وهنايا بعد ما تقللي اللحم والبصله تاعي راح نضيف التوابل نتاعي، واللي هما فلفل كحل، كزبر، فلفل حمر بيان سور حلو، واللي يحب الحار يدير الحار. عندنا راس الحانوت، وايضا عندنا الملح. هذو ما التوابل اللي نستعملوهم في الشوربه فريك تاع ناس الشرق، ما نضيفوا حتى توابل. هنا بعد ما ضفت التوابل نزيد نخلي اللحم تاعي يمتص هذوك التوابل هكذا باش يجيني بنين ويجيني متشرب كامل، يعني الملح وهذيك التوابل تاعو تجيني اللحم تاعي ما يجينيش صامت. راح نزيد نخلي كلش يتقلى في بعضه. وشوفوا لي هنا بعد ما تقلى لي اللحم والبصله روعه روعه روعه، واحده الريحه راها تفحفح وراها تفوح تفوح تفوح. يعني ننصحكم انكم تجربوا هذا الشوربه افريك تاع ناس الشرق. شوفوا حبيباتي، يعني كل منطقة من ولاية الجزائر وكيفاش تحضرها. كاين اللي يضيف الحمص، كاين اللي يضيف الجريوات والزرودية. يعني كل منطقة وعندها عاداتها وتقاليدها. هنايا ضفت شويه تاع المعدنوس اللي كنت غسلته وقطعته، راح يضيف لي واحد النكهه روعه روعه روعه. وهنا بعد ما تقللي كلش في بعضه راح نضيف 2 مغارف تاع طماطم مصبره، وايضا راح نزيد نضيف طماطم تاع الحب حوالي حبه يعني كبيره. انا كنت رحيتها وخدمتها وخبيتها في الكونجيلاتور هكذا باش من ذاك نحتاج الطماطم تاعي نلقاها واجدت لي. وهنايا راح نخلي كلش يزيد يتقلى مع بعضه. على قد ما تخلوا الشوربه تاعكم تتقلى مليح، تاخذ وقتها يعني متقليه من اللحم هذاك، يطلق هذوك لي فيتامين تاعو، يطلق هذيك البنه تاعو. على قد ما تجيكم الشوربه تاعكم بنينه روعه 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 وضربه في البنه. هنا بعد ما تقلات لي راح نمرق الشوربه تاعي، وراح نضيف هذوك الليبول تاع الفيونداشي في الشوربه هكذا باش يطيبوا لي مليح مليح اللحم نتاعي. وراح ايضا راح نضيف الفريك تاعي اللي كنت اغسلته على 2 خطرات هكذا باش يتنحى لي هذيك الغبره اللي فيه ومن الشوائب ومن كلش. ونخلي الشوربه تاعي تطيب في غرضها، نقص لها الغاز ونخليها تطيب على مهلها. وهكذا يكون شاركت معكم الطريقة تاع الشوربة فريك تاع ناس الصيف، يعني ناس الشرق على أصولها بهذه الطريقة. قولوا لي نتوما إلا ديروا الشوربة تاعكم بهذه الطريقة ولا لا. هنا راح نخليها تطيب. بعد ما تطيب لي الشوربة تاعي وتبدا تخثر لي راح نرمي عليها قرن تاع فلفل حار. يعني شوربه بلا فلفل حار ماشي شوربه. راح نزيد نخلي الشوربه تاعي تخثر لي مليح مليح مليح، ونقدمها ونتلاقاو على طاوله الافطار.
وهنايا شوربه تاعي حاضره واجده. واحد البنه واحد الريحه ما نحكي لكمش. ننصحكم الحاجه اللي ننصحكم بها انكم تجربوا الشوربه فريك على هذه الطريقه، روعه روعه روعه، وضربه ضربه ضربه في البنه. وهنايا هذه كانت اول طاوله تاع اول يوم رمضان. هنا كنت عملت شويه تاع حميز. ايضا رافقت معاها طاجين الحلو وسالاد، وايضا بيان سور الدقلة واللبن. وثاني عملت طاجين الزيتون مع شوية تاع السكالوب وشوية تاع الفيونداشي، وايضا الشربات اللي كنت حضرتها معكم وبارطاجيتها في الفيديو السابق. روعة 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 الشربات، ننصحكم انكم تجربوها. صحة فطوركم ورمضان كريم. الى اللقاء في وصفة جديدة ان شاء الله.